سؤال حلقة النهاردة: ليه التأشيرة بتاعتي ممكن تترفض رغم ان كل الأوراق بتاعتي سليمة 100%؟ ده فعلا بيحصل. علشان نكون واضحين، السفارات مش دايما بترفض علشان نقص في الورق، احيانا السبب بيكون بحاجة صغيرة جدا ولكن مؤثرة. خلينا اشرح لكم ايه هي اهم الاسباب. اول حاجة، الورق شكله سليم ولكن مش مقنع. يعني مثلا كشف حساب بنكي فيه مبلغ كبير جدا بس مفيش حركة منتظمة في الحساب، او ان الحساب يكون معمول جديد وفي ايداع ضخم قبل التقديم بشهر. السفارة عايزة تشوف استقرار مالي، مش عايزة تشوف مبلغ ضخم وخلاص. رقم 2، خط السير مش واضح او مش منطقي، زي انك مقدم حجز الفندق في باريس وطيران داخلي اوروبا لالمانيا مثلا، وفي خطاب النية بتقول انك هتقعد اغلب الوقت في ايطاليا. ده كله بيخلي السفارة تشك ان في حاجة مش مظبوطة. رقم 3، ان يكون المستندات اللي انت مقدمها متضاربة، زي مثلا ان خطاب العمل بيقول انك هتاخد اجازة من يوم 1 ليوم 10 اغسطس، ولكن حجز الطيران بيبدأ من يوم 15. رقم 4، ان السبب الحقيقي في السفر يكون غير واضح. يعني مثلا تكون كاتب ان انت رايح سياحة ولكن ما عندكش ولا حجز طيران داخلي ولا برنامج سياحي واضح ولا حتى عندك اي نية لزيارة اي اماكن معروفة. السبب اللي بعد كده هي ضعف الروابط الموجودة في بلدك، وده من اكتر الاسباب اللي السفارات بتركز عليها. يعني لو مش عندك وظيفة ثابتة او ممتلكات او عيلة او حتى التزامات في بلدك، فممكن جدا السفارة تقلق انك ناوي تقعد بره وما ترجعش مرة تانية. تابعونا يوميا في سين وجيم مع منفيس علشان كل سؤال ليه جواب واضح عندنا. سلام.